انا اتصور المشير طنطاوي، انا مدرك رغم ان انا لم التقي بيه، ان المشير طنطاوي بحيث سنه وبحيث عطائه وبحيث كل ده يحتاج الى ان يخلد للراحه، وده حقه. ولا يجوز اثاره هذه المساله في سياق انه لو عين وزيرا للدفاع فهذا تكريما له، واذ لم يعين فهذا تجريحا له. انا بتصور ان القيادات الكبيره اللي زي دي، بغض النظر عن خلافي معهم في اساليب الاداره اللي تمت هذا العام، وانا قلت هذا الكلام علنا. هل تبقي على المشير طنطاوي عندما تتولى الرئاسه كقائد عام للقوات المسلحه؟ انا سبق وان قلت بوضوح ان بعد ثورة 25 يناير يجب ان نضخ دماء جديدة في عروق الوطن كله. نريد ان نعيد الروح ولو بالتدريج، نريد ان ماكينة الماكينة الشابة من ابناء وطننا في كل مؤسسات الدولة بما فيها اي مؤسسة سيادية نريد ان نعيد لها الحياة. انا ضد ترشح كل من عملوا مع حسني مبارك مع النظام السابق، بما فيهم السيد عمرو موسى والسيد احمد شفيق، كل من عملوا دون ذكر اسماء كل من عملوا مع النظام السابق في اي موقع من المواقع الحكم يجب الا يترشحوا اصلا، واذا ترشحوا يجب علينا كشعب ان نسقطهم، لانه دول كما قلت اقل جرم ارتكبوه في حق مصر، انهم سكتوا عن النهب وعن الظلم وعن الطغيان. كان يمكن لهم إذ لم يستطيعوا أن يواجهوا هذا الظلم وهذا الفساد، كان يمكن لهم أن يستقيلوا. وكلما مارس وكلما باشر جزء من الشعب المصري حقه في التعبير أخرجوا له البلطقية وقتلوه. أخرجوا له تنظيم حسني مبارك القديم الذي يعمل بتدبير منتجع ترى وبأموال المليارات التي نهبت من أموالنا، وبعضوية تنظيم كبير معروف ومسجل لدى أطراف حسني مبارك القديمة، لدى جنرالات وزارة الداخلية القديمة وبقايا بعض جنرالات الشرطة العسكرية. التنظيم ده محدد ومحصور بالاسم، وزرار تنظيم حسني مبارك والبلطجية موجود عند المجلس العسكري. أنا بقول كده بكل وضوح، موجود عندهم، بدليل ان هم داسوا على هذا الزرار اثناء الانتخابات العامه فوقف التنظيم. مش قالوا لنا قبل الانتخابات البرلمانيه انتوا عاوزين تعملوا انتخابات ايه؟ ده تبقى مذابح لو عملنا انتخابات. اجريت الانتخابات في المرحله الاولى وتمت وعبرت عن رقي حضاري من الشعب المصري ومن الجيش المصري ومن قضاة مصر. اذا ماذا اين هذه المذابح؟ زرار تنظيم موجود لدى طرف داخل السلطة بيدوس عليه يقف، يدوس عليه يحركه، فيحرق مجلس الشعب ومجلس الشورى ويحرق المكتبات ويقتل ويضرب. وهو ده اللي بيقولوا لنا عليه طرف ثالث. ايه الطرف الثالث؟ يقول لك لا جيش ولا كذا، ده طرف ثالث. طب زرار الطرف الثالث فين؟